عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا راجع من البحر مسكت الخط السريع، شفت حادث والله مؤلم، حادث مؤسف. المشكلة مو في الحادث، المشكلة إنه اللي يسوق ولد صغير، ولد صغير في عمر الزهور، وسيارة من السيارات الفارهة السريعة هذه اللي مستحيل يكون اشتراها من حر ماله، إنه مستحيل عمره ما يقول إنه أصلا هو ولد موظف أو شيء واشترى السيارة هذه بحر ماله، يا إما ورث من أبوه أو أمه أو إنه تكون هدية من أبوه أو من أمه. بس تذكرت مقطع شفته لشيخ في الواتساب كان يتكلم عن المعتصم، ابن هارون الرشيد ايام الدولة العباسية، صار خليفة المعتصم هذا. فالمهم المعتصم هذا ما كمل تعليمه، من الناس اللي ما كملوا تعليمهم. فلما صار والي او خليفة حس بالمشكلة الكبيرة اللي وقع فيها انه ما كمل تعليمه. فيحكي كان دائما يكرر يقول القصة هذه انه ابوه مرة سأله قال له فين صاحبك خويك اللي دائما مش عارف ماني شايفه فين راح؟ فقال له مات. كمل بعدها قال مات واستراح من الكتاب اللي هم كانوا يعلموا ذاك الوقت. المعتصم كان لي اخوان، المأمون الامين والمأمون اتعلموا، بس المعتصم كان يكره التعليم جدا ما يطيقه. فهارون الرشيد استغرب قال له يعني لهذه الدرجة الرجل مات؟ يعني انت شايف انه الموت حيريحك من التعليم؟ لا يا عم لا تتعلم خلاص، اذا انت وصلت لهذه المرحلة انك كاره التعليم لا تتعلم، اترك التعليم وعيش حياتك. طبعا الخليفة هارون الرشيد يحب ولده وكلنا نحب أولادنا، فهذا من زود حبه قال له عمي عيش حياتك، أنت أبوك حاكم وخليفة وأنت حتصير خليفة ولا تشيل هم، عيش حياتك. فلما كبر وحس بالإهانة وحس إنه قديش ناقصه شيء مهم، وهو أهم شيء في الحياة التعليم، اللي ربنا عز وجل ذكرها في القرآن أول سورة أو آية نزلت، اقرأ باسم ربك الذي خلق. صار يكرر هذه الجملة بين الناس، يقول لهم أضر بي حب هارون، أضر بنا حب هارون الرشيد. يعني تخيل حبه، من كثر ما هو يحبه بس ضرني حبه، ما نفعني، ليته غصبني على التعليم، ليته ما عطف علي وقتها، ليته ما رحمني وقتها، ليته طنشني وجلدني وخلاني أتعلم. وكثير يصير في حياتنا، كثير من الناس لما يكبروا يقول ليت أبويا سوى فيه وفيه وفيه ولا سمعني. فهذه رسالة لكل أب وأم، أحيانا لا تجعل العاطفة تتغلب عليك وعلى مصلحة ابنك أو ابنتك. احنا عاطفيين وخصوصا مع أولادنا وبناتنا، ما نتحمل نشوفهم زعلانين أو يبكوا أي مكان، لكن أحيانا لازم تكون قاسي، لأنه المصلحة النهائية يعني النهاية حتكون في مصلحة ابنك مش في ضده. فلما تكون ضده لا تعطف ولا تحن. نصيحة لكل أب وأم، ابنك ما هو مؤهل للقيادة لا تجيب له سيارة، علمه أول، دخله مدرسة قيادة، وإذا كان جديد في القيادة لا تجيب له من السيارات السريعة هذه الفخمة اللي تطير طيران، مجرد ما تدعس بنزين تطير فيك. لا يا حبيبي لا، زعل ما زعل براحته، في النهاية راح تفقد ابنك أنت. والآن صاروا البنات كمان يسوقوا، يعني ولدك ولا بنتك نفس الشيء، شغل مقارنات مع صاحبتي وأصحابي وش معنى هذا عنده وأنا ما عندي. لا معليش ما فيها مشكلة، ما يبغى يتعلم لا يتعلم غصبا عنه، لأنه في النهاية هو اللي حيرتاح. كل واحد الآن كبر وما تعلم وما لقى وظيفة يشتغل فيها ولا لقى دخل بسبب تعليمه السيء، إنه ما هو قادر يصير في صف الناس المتعلمين أو في نفس المستوى، ندمان والله ندمان. قلت أبوي بالجزمة أعطاني وخلاني أتعلم. لا تستهينوا بهذا الشيء أبدا أبدا أبدا. معاك ملايين بكرة ما تضامن معاك ولا ما هي معاك. التعليم أهم من ملايين الدنيا كلها. طبيب يشتغل في أي مكان في العالم، مهندس يشتغل في أي مكان في العالم، محامي يشتغل في أي مكان. اللي قاعد منتشر من هيئة الترفيه، الحفلات والمسخرة والكلام الفاضي اللي قاعد يصير والأشياء اللي قاعدين يجيبوها من الغرب، مخلي بناتك وأولادك رايحين جايين لحالهم. لا يا حبيبي لا، وينك أنت؟ وينك أنت؟ أب وأم مسؤولين، معليش. إذا تزوجت زوجها مسؤول عنها خلاص، إذا تزوج هو حر مسؤول عن تصرفاته، لكن في عمر المراهقة ويصيروا رايحين جايين ما تدري فين رايحين، وبكرة تندم والله هذا صار يتعاطى حشيش ومخدرات، ولا هذه راح ما ادري صار فيها ولا فقدت ما ادري ايش. لا يا حبيبي وينكم انتوا؟ لا تخلوا العاطفة الزايدة على الحد تلهيكم او تخليكم انكم ترحموهم وتقولوا مساكين بكيلك شوية وش عارف يلا روح سوي اللي تبغاه وانبسط وخذ فلوس كمان فوق هذا كله. انتبهوا، هذه امانة في اعناقكم، كلكم راع وكلكم مسؤول رعيتكم. هذا اللي حبيت اللي اضيفه، او ما احتاج اني اضيفه، المفروض كل واحد فيكم عارفه، لكن للاسف احنا في الزمن هذا قاعدين نشوف اشياء. الله يحفظ الجميع، الله يحفظ الجميع. بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شيء تو تذكرته وانا ماشي، المهرجان اللي صار في الاحساء، سيبك من غارة الوحوش علي بابا والخرابيط والتحرش اللي صار فيها، سووا برضو مهرجان تاني عن الالوان حق الهنود الهندوس هذا احتفال وثني تبعهم، الوان ويطيروها الوان كذا، وسموا احتفال هذا باسم الالوان. وطبعا معظمهم 90% اللي كانوا في الاحتفال هذا كانوا هنود، الله اعلم عاد مسلمين مش مسلمين الله اعلم، لدرجه ان انا ما صدقت، الناس قاعدين يتبلوا علينا، لين لقيت في التيشيرتات حقهم في الترفيه، عفوا في التيشيرت مكتوب ورا هيئه الترفيه، ستيفانو نخله وهيئه الترفيه. ثقافه ايش اللي جبتوا لنا هذه؟ من وين جايبينها؟ طب اقرا اتعلم قبل ما تجيب لنا هذه الاشياء، اقروا افهموا ايش هذا حق ايش؟ اعياد خاصه بهم جيبوها لنا عندنا ليه؟ ايش الحكمه منها؟ الناس طلعت تجي تضحك ما هي فاهمه، خبصت في بعض الوان وتطرطش واولاد وبنات وجري، وبعدها صار حفله وغنى ورقص وخليطي. ايش قاعد يصير؟ انا ماني فاهم. طب اقرا، جيب شيء للمسلمين، مو اي شيء تشوفه تقرا برا وتجيبه هنا. ما حنصير برا، احنا ما في اليوم وليله حنصير نفس اسمها هيئه الترفيه، يعني انت جايب هيئه الترفيه هذه عشان ترفه المواطنين او المقيمين اللي موجودين في السعوديه، ما انت جايب عادات الناس الغربيين برا عشان ترفيهم هم. طب انت ليش ترفيهم هم واحنا لا؟ يعني ليش تحطونا في موقف انه لا والله نحبس بناتنا وعيالنا في البيت وما نخرجهم؟ عشان مين يترفه؟ عشان الثانيين اللي هم اصلا بلدهم برا قاعدين يرفوهم، مقيمين هنا بديانات مختلفة وجنسيات مختلفة، هم يترفهوا وعيال البلد ما يترفهوا. المسلمين العرب المحافظين ما يترفهوا، ليش؟ خايفين حابسين عيالهم وبناتهم، لا تخليك لا تروح هناك، في ترى قلة ادب ومسخرة. طب ليه؟ ايش الحكمة؟ هم يترفهوا، طب يرجعوا يترفهوا في بلادهم. لا في لخبطة، في لخبطة كذا، ما انت فاهم ايش قاعد يصير، ما في ترتيب، ما في تقييم للشيء اللي قاعدين نسويه قبل ما ينزل، ايش ينفع ما ينفع، يناسبنا ما يناسبنا، لا ما في. شوف اي شيء طق طق طق، بكره حنلاقي مهرجان الطماطم ويرموا في بعض طماطم، مهرجان الصابون ويرجع كله يفسخ عباياته على ما يشوف يتزحلق بالصابون كذا في الشارع. ماني فاهم ايش قاعد يصير بصراحة.